ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. رمضان على ابواب طبعا، ولازم بقى نعمل ايه؟ نعمل الزبادي مع بعض بطريقة سهلة جدا 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 وهتعجبكم، ما اقولكوش بقى على طعمها، بالفراولة وسادة وحاجة كده تحفة ما شاء الله. وإيه بطريقة سهلة جدًا ومن غير ماكينة، من غير أي تعب ولا مجهود، وهاقول لكم بقى على سر تماسكها، شايفين الجمال؟ شايفينها عاملة إزاي؟ نصلّي بقى إيه، نصلّي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. شايفين بقى الجمال بتاع الزبادي بتاعتي؟ تحفة ما شاء الله، حلوة أوي، 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 هتجربوها معايا ومش هتندموا عليها، وعلى طول كل يوم هتعملوها في رمضان. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا. معايا كيلو من الحليب. طبعًا الحليب ده أنا غليته وسِبته لمّا برد، يعني درجة حرارته هديت، يعني هو دافي دلوقتي، وسايباه طبعًا بالقشطة بتاعته بكل حاجة. حطيت نُص معلقة كبيرة من السكر، وحطيت معلقة كبيرة من اللبن البودر، وهنحط علبة زبادي صغيرة، اللي هي يعني يعتبر معلقة والله، يعني علبة الزبادي دي معلقة بالضبط كبيرة. وهنقلّبها بقى بالمضرب السلكي كده كويس جدًا، جدًا، يعني هنقعد نقلّب فيها علشان أنا مش عايزة فيها قطعة من الزبادي ولا سُكّر ولا الكلام ده خالص. بعد ما قلّبناها بقى هنجيب البولات بتاعتنا وهنفرّغ بقى إيه، أو هنغرف الزبادي بتاعتنا. شايفين؟ أدي كده خلّصنا الزبادي، سهلة وحاجة كده يعني ما أقولكوش، مش هتاخد معاكم وقت خالص، يعني 5 دقايق هتكوني خلّصتيها. طبعًا ما نملاش البولات للآخر يعني علشان خاطر ما توقّعش مننا لمّا نيجي بقى إيه، نحطها في الصينية. ده بقى باكيت من الجيلي الفراولة، يعني هنعمل بقى عملت نُص الحليب سادة والنُص التاني هنعمله بطعم الفراولة. حطيت معلقتين جيلي من معلقتين كبار يعني من جيلي الفراولة، وهنقلّبه كويس جدًا، 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 يعني لازم تقلّبيه كويس أوي. تمام كده. هنجيب بقى البولات بتاعتنا وهنغرف برضو الخليط بتاعنا او الزبادي بتاعتنا. كده عملنا زبادي حليب وزبادي فراولة من غير اي تعب ولا مجهود. ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. ما ننساش بس يا جماعة نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. طبعا انتوا شايفين كل حاجة غالية جدا جدا، يعني انا عملت 7 بولات كبار ما شاء الله عليهم من لتر حليب واحد. طبعا نجيب صينية كده وهنحط فيها مية مغلية من الكاتل كده على طول، وهنحط بقى فيها البولات بتاعتنا. طبعًا زي ما باقول لكم كل حاجة غالية جدًا، والله البولة دي يعني أكتر من 3 علب زبادي من اللي أنا جبتها دي، علبة الزبادي الصغيرة يا دوب معلقة كبيرة من الزبادي وب4 جنيه، وطبعًا في رمضان هتغلى إن شاء الله هتقفّل ال5 جنيه، فأنتِ بقى بعدد عيلتِك مثلًا هتبقي عايزة كمية، فهتصرفي فلوس كتير جدًا. فأنتِ كل حاجة اعمليها في البيت، لمّا تجيبي 2 كيلو حليب بقى وتعملي زبادي يكفّيكِ يومين 3 يعني هتوفّري كتير جدًا، ما شاء الله يعني طعمها حلو وموفّرة جدًا. جِبت بقى ورقة من الفويل وهاغطّي بيها الصينية بتاعتي، وطبعًا ما نحرّكهاش أوي علشان خاطر المَيّة، وطبعًا اللي في البولات ده لسه لبن حليب يعني مش اتماسك ولا حاجة، ممكن يعني يُقع كده أو كده. طبعًا أنا جِبت دفّاية بقى أو تجيبي بطانية ولكفتي بقى الصينية كويس جدًا. أنا طبعًا عملتها من بالليل وإحنا دلوقتي الصبح. شايفين؟ أنا قُلت بقى أورّيها لكم كده لمّا أفتتح الزبادي بتاعتي وإيه، وهي لسه في المَيّة بتاعتها كده، ما شِلتهاش ولا لسه حطيتها في تلاجة ولا أي حاجة خالص. طبعًا يا جماعة لازم نلكفتها كويس جدًا، يعني ممكن تحطّها في بطانية مثلًا تحت وفوق كده تلكفتها كويس جدًا، جدًا. شايفين متماسكة إزاي؟ باقلب البولة ولا بتُقع ولا أي حاجة خالص، متماسكة جدًا، جدًا، وطعمها يعني حلو أوي. شايفين عاملة إزاي؟ يعني باقول لكم لازم تلكفتوها كويس جدًا في بطانية، في دفاية، في مفرش، أي حاجة تكون تقيلة فوق وتحت يعني أنا شِلت الصينية حطيتها على ترابيزة في الصالة في قلب المفرش ده لكفتها كويس جدًا، علشان خاطر تقفش معاكِ كده وتبقى متماسكة يعني لو هي تكتم السخونية بمعنى أصح، سخونية المَيّة علشان خاطر تتماسك معاكِ. أنا طبعًا طلّعت البولات من الصينية ونشّفتها علشان طبعًا هي بتبقى مبلولة من تحت. شايفين يا حبايبي متماسكة إزاي، جميلة جدًا ما شاء الله عليها وعيالِك بقى يموتوا فيها. عايزة أقول لكم بقى إن أنا يعني قُلت لبنتي هاتي لي جيلي فراولة،
جابت لي بقى أنا باقرا على الباكيت كده لقيته توت، قُلت لها: "يا بنتي ده توت ده مش فراولة." قالوا: "يا ماما اعمليه، اعمليه زبادي إحنا عايزين ناكل زبادي بالتوت." فأنا بقى يعني كنت مترددة فعلًا والله، يعني الزبادي بالتوت إزاي؟ يعني اللي نعرفه فراولة يا حليب، بس عملته وعجب الولاد جدًا، بس يعني مش كل الولاد ممكن يحبوه، بس أنا عيالي يعني حبوه جدًا، الزبادي بالتوت هو شبه الفراولة برضه يعني، بس طلع طعمه جميل جدًا. شايفين المتماسك إزاي؟ وجميل جدًا، جدًا، يعني ما شاء الله يعني أنا مسافة ما فتحت الصينية من هنا اتاكلت من هنا. فأنا بقى إن شاء الله في رمضان كده يعني نعمل إيه، نعمل 2 كيلو حليب كده ونملى التلاجة زبادي علشان الولاد يعني والصيام، كل سنة وأنتم طيبين طبعًا، ما بنستغناش عن الزبادي خالص. شايفين عاملة إزاي يا جماعة؟ ما شاء الله حلوة جدًا، جدًا. شايفين الجمال؟ نعملها بقى في البيت كده ونوفّر على نفسنا بما إن كل الأسعار نار، وبألف هنا وشفا للي يجربها.